سائل من فرنسا يقول: مات والدي في الجزائر رحمه الله تعالى وترك خيرا كثيرا، وقمت بتقسيم التركة كما أمرت الشريعة الإسلامية، لكن أمي دارت لي دعوة شر. أمي دارت لي دعوة شر، يعني يماه قالت له ندعي عليك بالشر إذا في ظهري، إذا أنا منحت شيئا من التركة لأختي الكبرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتوا الراجل ساكن في فرنسا، باباه ماليه في الجزائر، مات باباه، خلى الخير والخمير. واش دار هو؟ بما أنه هو الخليفة تاع باباه، هو المسير، جاء للجزائر قسم على خاوته وقع، ولكن يماه قالت له دعوة شر إذا أعطيت حاجة لأختك الكبيرة. دعوة شر إذا أعطيت حاجة لأختك الكبيرة يماه. نعم يا سيدي، أنا أستمع إليك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ، كيفك؟ ارفعي صوتك، أنا لا أسمعك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ غاية؟ والله الحمد لله يا سيدتي. الو. نعم أنا أسمعك الآن. نعم الشيخ، لازم نرسل لك ميساج في الواتساب وما جاوبتونيش. يا سيدتي، الواتساب نتاعي فيه 48,000 سؤال. هاكي اتصلتي على المباشر، قولي سؤالك الآن. راكم على المباشر دروكم؟ قولي لي سؤالك. نعم الشيخ، أنا يا ما عنديش أما، أنا ما متوفية. ايه. أيوة، وعندي بويا بصح مريض فيه الزهايمر. ايه. وشغل دروك رانا نبيعوا في الصوالح وكل واحد يدي حقه من الصوالح تاع بويا. وهذا باباك على قيد الحياة. وعلى قيد الحياة بصح راه مريض شوية. وكي هو مريضك وتبيعوا في صوالحه. وكل واحد يدي حقه. وشنو حقه؟ وشنو صوالحه؟ صبابطو تيكو تاوعو قمايجو؟ لا وشنو؟ الشيخ عنده إيه؟ عندها الخلصة وعندها تشينة. عنده تشينة. وعنده وشنو تانيك؟ عندها الخلصة تاع لاتريت لابوتخات. وهو على قيد الحياة وانتم ماكو تتقاسموا في رزقه. ولا يجوز لكم هذا يا أختي. كيف تقاسموا؟ لا يجوز. لا يجوز. هذا رزق تاع باباكم، وعنده الزهايمر ولكن عنده عقله، ماهوش مجنون. لا ماشي مجنون، غير فيه مرض النسيان وصاينسى. مرض النسيان. واحد مولاده يتكفل بإدارة عنده جنان تاع البرتقال. عنده جنان وكل عام يبيع. إيه، لما يبيع هذيك الأموال تاع باباكم، ومنها باباك إيه، ولكن انت كي تقولي أنا نتقاسموا في أشياء. هذاك المال تصرفوا به على باباكم، تصرفوا على بيوتكم كيما كان هو كي كان يتصرف. واحد فيكم يدي كيما كان هو يصرف عليكم قبل مرضه، يعني على الدار هذه، الكهرباء نتاعها، الكرا نتاعها، الدواء تاعكم، ماكلتكم، شرابكم، كيما كان يصرف. ماشي تتقاسموا الاموال بيناتكم، كل واحد يدي مبلغ من المال. هذا المال ماله. بصح لا بغا غير شويه، ما يدوش غير شويه ولا ما يدوش كاع. ما كاش الا باذنه. رجل ماهوش مجنون يا اختي، رجل في عقله، مريض بالزهايمر، عنده ينسى ولكن يعاود يولي الى فكره والى ذكره والى عقله. ماهوش مجنون 100%. واذا كان مجنون المال ماله، ما تورثوش وهو حي. فهمتي ولا ما فهمتيش يا اختي؟ صحيح فهمت الشيخ، بارك الله فيك. خلوا له ماله يداوي به، يماكم يصرف على يماكم عليكم، هذا ما كان. لا قلت لك ما متوفيه الشيخ. الله يرحمها ويوسع عليها. شكرا يا اختي. امين امين. شكرا الله. شكرا يا اختي. شكرا. كلوا له في دراهمه، هو حي. المشكله لانه مرض. خلاص بابا جاه الزهايمر، نقولوا احنا نتقاسموا الدراهم. علاه تقاسموا الدراهم؟ الدراهم تاوعوا يداوي بيهم، اكو داووا فيه. ولا غاضكم تخلصوا له يروح يداوي في بلد متطور، يولي في عقله لا باس به. حسبنا الله ونعم الوكيل. راكو تاكلوا في الجيفه، راكو تاكلوا في نار جهنم، راكو تاكلوا في الجمر في كشكم. بابكم حي يا عباد ربي، كان لا باس به، عنده الجنان تاع البرتقال، يبيع ويصرف على اولاده. طاح مريض، نكملوا نبيعوا ونصرفوا على الدار بالمعقول بالمعروف.
اللي مريض يداوي كما كان بابا كي كان في عقله، اللي مريض يداوي، اللي يجي يعني ياكل، اللي حتزوج نجهزوها. إذا مات رحمه الله تقسم التركة بالأنصبة الشرعية كما أمر الشرع، ماشي راهو حي وحنا نتقاسموا في دراهمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أسوأ ما يمكن، من أسوأ ما سئلت، قلبي وجعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. نولي للسائل تاع فرنسا. سائل من فرنسا يقول: مات والدي في الجزائر رحمه الله تعالى وترك خيرا كثيرا، وقمت بتقسيم التركة كما أمرت الشريعة الإسلامية، لكن أمي دارت لي دعوة شر في ظهري إذا أنا منحت شيئا من التركة لأختي الكبرى، وأنا في حيرة من أمري، ولا زلت أحتفظ بحق أختي في حساب بنكي وهو مال معتبر، وأمي تتوعدني بالدعاء. أخبرني ماذا أفعل؟ أول حاجة لازم تعرف باللي ربي ما يستجب لهاش، يماك الله جل جلاله لن يستجيب دعاءها ولو تدعي ليل نهار، لأنها تدعو على معصية، أي تدعي باش انت تعصي ربي، كيما واحد أو يدعي على واحد باش يشرب شراب. فهمت كيف؟ واحد يدعي على واحد باش يسرق، واحد راح يسرق يقولوا اللهم وفقه باش يسرق، اللهم وفقه باش يزني، هذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله. إذا أنت لازم تقسم التركة، وقسمتها، يما قالت لك أختك ما تعطيلهاش، وربي واش قال لك؟ قال لك أعطي لها. الشريعة أمرتك أن تعطيها نصيبها من التركة، ويماك قالت لك ما تعطيلهاش. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رحنا لعنده قلنا له: يا رسول الله واش نديروا؟ يماه راهي تقول له ما تعطيلهاش، والشريعة راهي تقول له اعطي لها. قال عليه الصلاة والسلام، واش جاوبنا؟ واش قال لنا؟ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. راك تسمع؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما لا انت عيط لاختك واعطي لها وخلي يماك تدعي، خليها ما يستجب لهاش ربي. انتم ما عم بالكم كاع اللي يدعي ربي يقولوا لبيك، هذه راهي تدعي على معصية، راهي تدعي عليك. لو كان تروح تطيع ربي وتعطي اختك حقها، فهمت كيف؟ لا تطيعها يا سيدي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهمت كيف؟ غير تسمع هذه الحلقة عيط لاختك وروح معها، اعطي لها دراهمها، وروح عند الموثق قول لها تسيني باللي دات التركة نتاعها، وروح صلي ركعتين واحمد ربي اللي وفقك قبل ما اداك. سائل يقول: أنا شاب من العاصمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبحث على ابنة الحلال أسترها وتسترني، وأبحث على ابنة الحلال أسترها وتسترني، لا شرط لدي إلا أن تكون صالحة محترمة شريفة. ادعو الله لي يا سيدي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك. اللهم ارزقه ابنة الحلال يا رب، اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، اللهم يسر له الحلال، اللهم يسر له الحلال يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أبشر خيرا يا سيدي. قلت له لو كان كنت عارفة بلي انت شيطان قبل ما نتزوجوا والله ما نتزوج. من تيزي وزو تقول: زوجي لا يكلمني، انصحه يا سيدي. نعم سأنصحه، ولكن ننصحك انت أولا، ما قلت لناش لماذا لا يكلمك؟ هذا راجل كان مليح يتزوج بيك، الصداق، الورد، دار لك دار، خدام، يروح في الظلمة يولي في الظلمة، ومن بعد يولي لا يكلمك. قولي لنا السبب باش نعرفوا واش ننصحوه ولا ننصحوك أنت. كاين خطرات راجل يزعف ويشد في قلبه وانت ما كيش لا تبالين، لعل كاين حاجة، كاين حاجة. واحد المرأة اشتكات لي هكذا: راجلي لا يكلمني ومن بعد كي بحثت معاه غير
نجبت فيه كما يقولوا في الدارجة، جبته من لسانه، نجبت فيه بالعقل باش قاتلوا يا واحد الشيطان. هكذا قاتلوا يا واحد الشيطان، قاتلوا لو كان كنت عارفة بلي انت شيطان قبل ما نتزوجوا والله ما نتزوج بك. هكذا. فما تقول راجلها يا الشيطان لا حاجة والو، هكذا خلاف عائلي بسيط يعني، ولكن هو عرف يجاوبها. قال لها أنا لاني غلط، قال لها لأن الشيطان ما يجوزلوش يتزوج مع أخته، هو يقصد على مرته بلي انت شيطانة. فالفايدة أنها تشتكي راجلي ماشي يهضر معايا، مش واش قاتلوا واحد النهار كيف وحدة وصلوا للطلاق، ولما اشتكاو عندي صبتها قالت له يا اخي رويجل، يا اخي رويجل. كيف راجل يقول لي رويجل؟ هو عادي، كانت في العرس بطات، وما كان زعفان خاطر راحت للعرس، راحت باذنه، ولكن بطات وجابها اخوها يعني، وماشي كان شاك فيها، لكن سالها قال لها علاه بطيتي؟ قالت له داك رويجل اللي غير عليا. شفت كيفاه داك رويجل اللي غير عليا، فطلقها. طلقوا ما كاش، غضب وطلقها. دوك شوفي انت يا اختي راجلك علاه ماهوش يكلمك، دوك اذا كاين بسبب من عندك روحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، شدي له يده وقعدي قدامه، قولي له لن ابرح الارض حتى ترضى، ما نطش من الارض حتى ترضى. روحي هكذا ديري، ماشي عيب، ماهوش ذل كما يقول لكم هذوك جمعية النسوية، هذا ذل، هذا ما كاش، ما راجلها ما كاش ذل كاع. دوكا ولا بسبب من عنده حاولي تعرفي كاش ما عمروا له راسه، كاش ما قالوا له هاي البلاد خطيره، التعمار راهو كاين، التعمار راهو كاين، كاش ما قالوا له، كاش ما سمع حاجه. شوفي وشنو يعني، عالجي الامر هكذا. اذا ما كاين حتى سبب لا من عندك لا من عنده، السحر، لان من علامات السحر هو التغير الفجائي، يكون سمن على عسل حتى يولي ما تحملها ما تحمله، هذه علامة سحر تستوجب الرقية الشرعية. وإن شاء الله ربي إذا يسمعنا هذا الرجل إن شاء الله ربي يزيل ما في قلبه من غضب ويعود إلى أهله إن شاء الله. سائل يقول السلام عليكم، يقول أنا أسألك عن أخي يعمل مع أخيه في التجارة، وقد اكتشف أخي الأكبر أنه يسرقه، فما حكمه؟ حكمه أنه سرق. الخو عيط الخوه قالوا روح تخدم معايا في التجارة، ثم تبين له باللي خوه اللي جابه يخدم أو يسرق فيه، فحكمه أنه سرق. الشريعة الإسلامية تقطع له يده، فهمت كيف؟ هذا سرق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله السارقة، لعن الله السارقة، يسرق الإبرة ثم يسرق البيضة. وراني عارف بلي 99% منكم هم يقولوا البيضة هي حبابيض، لا شفت الشريعة لازم تقرأ. لعن الله السارقة، يسرق الإبرة، يسرق الإبرة ومن بعد يسرق البيضة، هو الكاسك تاع الجنود غالي في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. شكون هذا اللي يملك الكاسك؟ الخوذة ما لا تسمى البيضة يعني لأنها تحمي الرأس. واش حب يفهمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ باللي السراق يبدأ بالحاجة قليلة، الإبرة، يسرق الإبرة واش عليه ما فيها والو، ومن بعد كي يسمعوا به ما يسقيوش عليه الإبرة، يبدأ يتعلم حتى يسرق الحاجة الكبيرة، فهمتوها؟ يبدأ بالصغر، كي كان طفل صغير أو سرق مسطرة تاع صاحبه يقرا معاه، في السنة الثانية سرق الممحات لاقوم، في السنة الثالثة سرق الكراس، في السنة الرابعة سرق محفظة تاع صاحبه وطلع بيها، كي يتخرج من الجامعة ويشد منصب يسرق سوناطار كاع يسرقها. علاه؟ لأنه بدا بالمسطرة ولاقوم وجا طالع ولم يجد من يهديه ولم يجد من ينصحه ولم يجد من يقول له كلمة الحق. شفت بعيني شفت فيديو شاب سرق ثلاجة، لمن يتصل بالهاتف مع باباه
بابا أرواح ما تنسى تجيب الفرقون. جا باباه نسمع فيه يقول له وليدي راجل وليدي راجل. هكذا الشاطر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في 5 أكتوبر، أحداث 5 أكتوبر إذا تشفوا، شفت بعيني واحد هجم على جزار وسرق له كبش مذبوح، يعني فريسة فوق كتافه يجري، وشكون اللي زغرت عليه؟ يماه زغرت عليه. وليدي باطل ياه، أو سرق كبش. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول سلام عليكم، تقول عندي عجوزتي تتهمني بالسحر وطلبت مني ألا أزورها وألا أدخل إلى بيتها، هل يحرم علي أن أدخل إلى بيتها؟ هي أولا تتهمك بالسحر، والاتهام بالسحر لابد من بينة. الحاجة اتق الله، ماشي أيما إنسان يتهمه بالسحر معناتها أنه سحار. على لأن كثير من الرقاة الدجاجلة هما اللي صنعوا هذه التهمة. يجيبوا راقي جاهل لا يعرف أحكام الرقية، يجيبوا يقولوا عندي مرتي، عندي يمة راهي مسحورة، يقولها غمضي عينك الحاجة، تغمض عينها. واش راكي تشوفي؟ راني نشوف عروستي. خلاص يقول له العروسة تاعها هي دارت لها السحر، غير تحل عينها يحاوزوها. واحد الطفلة من بيلكور جيجلية، طفلة صالحة مؤمنة تقية، العائلة تاعها محترمين وبلكم يسمعوا فيا، عندها 3 أطفال. جابوا الراقي الخط راجلها، في الحراش. جاء الراقي الجاهل قال لها غمضي عينك، واش راكي تشوفي؟ قالت له راني نشوف مرت خويا. يوم حلت عينها الشيخ والعجوزة حوزوها للزنقة بيها بولادها رموها للشارع. خلاص بالنسبة لهم سحارة، وطلقها الرجل. والله العظيم رحت هضرت مع الراقي، رحت ليه سمعت، رحت ليه قلت له يعني انت ضميرك مرتاح الآن أو مرتاح؟ المرأة طلقت، الولاد تشردوا، دمرت عائلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المرأة أنصحك زوري العجوزة هذه حتى تمنعك من الزيارة.